في اليمن لم يعد هناك ما يسعد اليمنيين غير تخزين القات حسب رد أغلب المتعاطين للقات. ويتحسر عليك المخزن عندما يراك لا تخزن القات بعبارة: مسكين والله ما تعرف طعم السعادة إلا إذا خزنت القات. وأغلب المخزنين يعرفون بمخاطر القات الصحية والاقتصادية والأسرية، ولكنهم لا يبالون لأنهم أصبحوا شبه مدمنين عليه. مثلهم مثل المدخنين للسجائر الذي يرى التحذير بأن التدخين سبب رئيسي لمرض السرطان، ولكنه لا يتوقف عن التدخين لأنه أصبح مدمن عليه، لأن الإدمان مثل القيد لا تستطيع التخلص منه بسهولة. كم يصرف اليمنيون على القات؟ لو سألت أي يمني كم المبالغ التي صرفتها على القات، يرد أغلبهم: لو جمعتها إنك تزوجت وبنيت بيت وفتحت مشروع إلى آخره. لو أجرينا حسبة بسيطة، يبلغ سكان اليمن تقريبا الآن أكثر من 35 مليون نسمة، ولو تم استبعاد الأطفال إلى عمر العاشرة والنساء والنسبة القليلة من الرجال التي تتناول القات في المناسبات والأعياد فقط، بعد استبعاد النسبة القليلة التي لا تخزن القات، يبلغ عدد المتعاطين للقات يوميا أكثر من 15 مليون شخص. ولو فرضنا أن كل شخص يصرف مبلغ 1000 ريال يمني فقط، وهناك أشخاص تشتري أغصان القات بأكثر من 5000 بل وأكثر من 10,000 ريال يوميا، فإن إجمالي ما يتم صرفه على القات يوميا أكثر من 15 مليار ريال يمني، هذا في اليوم الواحد فقط. في اليوم الواحد يصرف اليمني أكثر من 28 مليون و517 ألف و110 دولار. رقم فلكي أغلبنا لا يصدق، ولكن في الواقع المبلغ أكثر من ذلك بكثير، لأنه اعتمدنا في الحساب على أدنى مبلغ يتم صرفه لشراء مخدر القات. أي في السنة يتم صرف مبلغ 342 مليون و205 ألف و320 دولار. أما الوقت الذي يقضيه المتعاطي للقات، والوقت هو رأس مال الشخص الحقيقي، يقضي المدمن على القات أكثر من 4 ساعات في جلسة التخزين إذا كان يخزن فترة واحدة. ولو فرضنا أن متوسط أعمار اليمنيين تقريبا 60 سنة، وبعد استبعاد سنوات الطفولة 10 سنوات، أي أن 4 ساعات في اليوم في عدد أيام السنة 365 يوم في 50 سنة، أي أن المدمن على القات يقضي أكثر من 8 سنوات ونصف من عمره في تخزين القات دون أن يحقق أي فائدة تذكر. أرقام مخيفة وحقائق صادمة، لكن هل سيتوقف اليمنيين عن تعاطي القات وتضييع الوقت والمال؟ نتمنى ذلك. بالرغم من الأضرار التي يسببها القات، إلا أن المتعاطين يوميا في ازدياد بكميات كبيرة وفي جميع الفئات العمرية. وفي الفترة الأخيرة لم يعد تعاطي القات للرجال فقط، بل انتشر القات في أوساط النساء أيضا. وأهم أسباب لانتشار القات في اليمن هو سهولة الحصول عليه وتعاطيه، الدخل المرتفع والمستمر لمزارعي القات، اعتبار القات ثقافة يمنية وهوية للشعب اليمني، وإن متعاطي القات أصبح من عالم الرجال، فالأب يعطي ابنه أغصان من القات مع جملة باللهجة المحلية: خزن تقع رجال. وفي الفترة الأخيرة ظهرت مبادرات ناجحة للحد من انتشار شجرة القات، كما حدث في منطقة حراز، حيث تم التخلص من شجرة القات نهائيا واستبداله بشجرة البن. وفي جزيرة سقطرى تم في هذا الشهر منع دخول القات إلى الجزيرة ومعاقبة كل من يثبت بحوزته مادة القات.